لا حديث في مدينة سكيكدا في الفترة الأخيرة سوى عن اختفاء خياطات شابات في ظروف غامضة خرجنا من بيوتهن ولكنهن لم يعدن. السيدة أمال هي آخر ألغاز هذا المسلسل ذو 3 حلقات هيتشكوكية لخياطات شابات في عمر الربيع لم يظهر لهن أي مصير. خرجت أمال إلى مركز لتعليم الخياطة وتركت لأبنائها وأهلها الحيرة وعذاب الانتظار. هي أم لطفلين، محمد عنده 5 سنوات وآدم عنده 1.5 عام. أمال خرجت من الدار يوم الاثنين 20 فيفري. راحت تقرا كما موالفة عادي، خرجت 7 الصباح. تقرا في حي القصابة، مركز تكوين، تقرا خياطة هي حي القصابة بقسنطينة. ولليوم ما كان عليها حتى خبر، وفي 3 شهور اليوم ما كان حتى خبر. اختفاء أمال جاء بعد غياب إيمان التي قضت 12 يوما في المجهول، ثم عادت إلى بيتها لتكفكف دموع أمها، وعادت لتختفي منذ 3 أشهر تاركة ماكينة خياطتها لوحدها من دون أنامل إيمان. ثالث حلقة في مسلسل الاختفاء الغامض هذا كانت بطلتها أم لؤي التي اختلفت الروايات حول غيابها بين سفرها إلى مصر وسقوطها بين يدي عصابة تصطاد خياطات بمدينة قسنطينة. قصص الاختفاءات هذه ليست من نسج الخيال، بل هي حقيقة تجهل وقائعها، أو هي واقع معاش بمدينة روسيكادا المحافظة التي ظلت تمسي وتصبح على كابوس غامض عنوانه 3 خياطات اختفينا دون عودة.